الله عليه وسلم. وصدق من قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. أعيد ما قلت: وصدق من قال في مدحه صلى الله عليه وسلم: يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حب النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه شرفا. أيها السادة والسيدات، فحب النبي صلى الله عليه وسلم هو باب الدخول إلى الله عز وجل ووثيقة الدخول إلى الجنة إن شاء الله تعالى، التي لا يحظى بها إلا المحبون لله عز وجل، والنار محرمة على بإذن الله تعالى على الذين يحبون الله ورسوله. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، والمرء يحشر مع من أحب، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم قصة في هذا الباب. ذات يوم مرض ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، فزاره الحبيب صلى الله عليه وسلم في فراشه وهو في سكرات الموت، فقال له صلى الله عليه وسلم لثوبان: يا ثوبان، كيف حالك يا ثوبان؟ قال ثوبان: يا رسول الله، صلوا عليه جميعا، تذكرتك يا رسول الله، عشنا معك وجلسنا معك وشربنا معك وأكلنا معك، فإذا كنت في الجنة غدا إن شاء الله تعالى فإن منزلتك أعلى من منزلتنا، فكيف نراك يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، أبشر يا ثوبان، المرء يحشر مع من أحب، المرء يحشر مع من أحب. اللهم اجعلني وإياكم من الذين يحبون الله ورسوله.